صباح الخير عليكم. كنت عملت بوست من فتره على صفحه الفيسبوك وبتكلم فيه عن الاوكربون اقراص وايه هي استخداماته، وقلت في البوست بالتحديد ان الاوكربون بيعمل امتصاص بالضاد مش امتصاص بالته، وشرحت الفرق بين الاثنين. بس كان في اسئله كتيره تحت البوست ده، فقررت هعمل فيديو اتكلم فيه عن الاوكربون اقراص بيتكون من ايه، وايه هي استخداماته، وايه هي موانع استخدامه. فخليك معايا وركز لاخر الفيديو، عشان في برضو ناس سالتني على حاجه او منتج اسمه نيو كربون اقراص وايه الفرق ما بينه وما بين الاوكربون اقراص. خلينا دلوقتي نبدا بالاوكربون اقراص. اقراص الاوكربون مش بيتكون من الفحم النشط بس زي ما انت متخيل، ده بيتكون من 4 مواد فعاله. بيتكون من الفحم النشط، معاه خلاصه اوراق السنه، معاه خلاصه جذور الرنز، ومعاه الكبريت. الاوكربون بيشتغل ازاي؟ الاوكربون بيعمل على امتصاص مش امتصاص. الفرق بين الامتصاص والامتصاص واحد برضو. اداني مثال في الكومنتات في التعليقات من تحت وقال لي زي ما بتحط سفنجه في طبق مليان ميه، السفنجه بتمتص بالته الميه كلها وبتشربها كلها. الامتصاص زي ما بتحط صباع طباشير في طبق ميه ملون، لو كسرت الصباع بعد ما تطلعه من الطبق هتلاقي ان الطبقه اللي من بره من الطباشير هي بس اللي امتصت او امتصت الميه. ده الفرق ما بين الامتصاص والامتصاص. بالبلدي كده، الاوكربون الاكتيف او الاكتيف شاركول او الفحم النشط الموجود فيه بيمتص الحاجات المسببه للغازات والبكتيريا الضاره والتوكسينز اللي موجوده في جهازك الهضمي. ده بالاضافه انها بتمتص جزء من الغازات، معلش يا جماعه، بتمتص جزء من الغازات اللي موجوده في جهازك الهضمي. ولكن مش فكره الاوكربون اقراص ان هو بيعمل الموضوع ده بس، ده كمان بيشتغل انه ملين، ان هو بيحتوي على اوراق السنه، واوراق السنه زي ما احنا عارفين بتعمل كملين، ولكن باختلاف الجرعه اللي انت بتاخدها. فهو بيحتوي على جرعه بسيطه من اوراق السنه، فبيشتغل على انه ملين، وبيبدا مفعوله من 8 ل 9 ساعات او من 8 ل 10 ساعات من بعد تناولك لحبوب الاوكربون اقراص. وكمان ليه مفعول مطهر بسيط، يعني بالبلدي كده الاوكربون اقراص بيمتص الحاجات المسببه للغازات وبيمتص جزء من الغازات وبياخدها ويطلع بيها بره الجسم. ده غير ان هو ليه مفعول مطهر بيطهر جهازك الهضمي من جوه. طيب، من بعض الاسئله اللي اتسالتني، هل يا دكتور الاوكربون اقراص لو اخدته مع بعض الادويه الثانيه ممكن ياثر على امتصاص الادويه الثانيه؟ ايوه، ممكن ياثر على امتصاص الادويه الثانيه، والافضل انك تفصل ما بينهم بالوقت. يعني لو اخدت الاوكربون اقراص تفصله عن اي دواء ثاني ممكن تاخده، يا اما بعدها بساعتين يا اما قبلها بساعتين. وناخد بالنا كمان يا جماعه من نقطه مهمه جدا، ان الاوكربون اقراص بتحتوي على ماده الكبريت اللي ممكن تتحول في جهازك الهضمي لماده السلفايت. والناس اللي عندها حساسيه من ماده السلفايت دي تاخد بالها وما تاخدش الاوكربون غير لما ترجع للدكتور الاول. ده غير ان الاوكربون اقراص ما ينفعش يتاخد لفتره زمنيه اكتر من اسبوعين الا اذا كان الدكتور هو اللي كاتب لك عليه، او في حاله الامساك المزمن والدكتور وصفه لك انك تستمر عليه. الاوكربون اقراص ما ينفعش للحوامل والمرضعات، وما ينفعش للاطفال اللي اقل من 12 سنه. والجرعه بتاعه الاوكربون اقراص بتبقى من قرص لقرصين 3 مرات في اليوم. واهم حاجه انك ما تتجاوزش الجرعه القصوى بتاعته اللي هي 8 اقراص في اليوم. طب نيجي سؤال تاني انا سالته، ايه يا دكتور الفرق بين الاوكربون اقراص وما بين النيو كربون اقراص؟ الاوكربون اقراص زي ما انا شرحت بيحتوي على 4 مواد فعاله، منهم الفحم النشط. اما النيو كربون اقراص فهو بيحتوي على برضو الفحم النشط، ولكن بيحتوي على خلاصه اعشاب الانايس اللي هو اليانسون والنعناع. واحنا عارفين طبعا ان اليانسون والنعناع ليهم خصائص قويه جدا في تقليل المغص والتقلصات والانتفاخات والغازات الناجمه اللي بتنتج بعد الاكلات، وخصوصا الاكلات الدسمه او الثقيله شويه. وبيبقى الثلاث مكونات دول مكملين في عملهم لبعض، سواء الفحم النشط بيعمل امتصاص مش امتصاص الجزء من الغازات اللي موجوده، بينما خلاصه النعناع واليانسون بتقلل الانتفاخات والغازات الناجمه عن الوجبات زي ما انا قلت، وكمان بتعمل كنوع من انواع مطهر لجهازك الهضمي من الداخل. يا رب يكون الفيديو مفيد وعرفت اجاوب فيه على اغلب استفساراتكم اللي سالتهاني في التعليقات. لو عندك اي استفسار تاني او اي سؤال تاني انا ما جاوبتش عليه في الفيديو ده، سيبهولي في التعليقات تحت وانا ان شاء الله هجاوب عليه. ما ننساش يا جماعه نعمل شير للفيديو عشان غيرنا يستفيد، واشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.